السلام عليكم. ما في إشي بيستفزني أكثر من إني أشوف أهل بيحكوا مع طفلهم باللغة الإنجليزية عندي في العيادة، ولما بسألهم ليش تحكوا بالإنجليزي، الأجوبة اللي بسمعها عادة عشان الولد يتعلم إنجليزي من بدري، هذه لغة المستقبل، عشان بكرة يتفوق في دراسته، عشان يلاقي جامعة بسهولة، وهاي الحجج اللي أنتم عارفينها. فتعليقي على ذلك هو ما يلي: رقم واحد، يا جماعة، سن الطفولة المبكرة بالذات قبل البلوغ هو سن زرع المبادئ وزرع الهوية. إذا أنا ما زرعت في الطفل هويته العربية الأصيلة في سن مبكر، إمتى بدي أزرعها؟ إيش بدي يستفيد من كل العلم اللي بدي أجنيه بكرة إذا الولد فقد هويته؟ والطفل لا إرادي في عقله الباطن، إذا الأهل تكلموا باللغة الإنجليزية يزرع عنده فكرة إن اللغة الإنجليزية هي الأفضل وهي الأسهل في التواصل. فهذه جريمة حقيقة في حق أطفالنا. اثنين، مين حكى لكم إنه اللغة الإنجليزية هي لغة المستقبل؟ في مؤشرات إن اللغة الصينية بدأت تتفوق عليها، وفي مؤشرات إن اللغة الإسبانية صارت منتشرة أكثر من اللغة الإنجليزية، فبدنا نقعد نعلم أولادنا هاي اللغات ونترك اللغة العربية لغة القرآن الكريم؟ ثلاثة، لا أخفيكم سرا، أخوكم في الله، أنا ابن مدينة العين، بدأت مشواري في روضة مصلى العيد، ومن بعدها ابتدائية توام، ومن بعدها الإعدادية الجديدة، ومن بعدها ثانوية خليفة. وأهل مدينة العين بيعرفوا كل هاي المدارس الحكومية البسيطة اللي بالكاد خرجت منها وأنا بعرف أقول ماي نيم إز حسام. كانت الصفحة الواحدة تأخذ معي 20 دقيقة إلى 25 دقيقة في بداية مشواري في كلية الطب، ولكن ما نقص علي شيء. تعلمت اللغة الإنجليزية في الوقت المناسب وتمكنت منها في الوقت المناسب، والحمد لله بفضل من الله عز وجل ورضا الوالدين. أنا بروفيسور الآن في ثالث أكبر جامعة في كندا، وألقي محاضرات باللغة الإنجليزية في مؤتمرات عالمية. لاحقين على الإنجليزي، لاحقين على الإنجليزي. ثبتوا اللغة العربية في أذهان وطباع أولادكم قبل ما تضيع الهوية، وبلاش نضل واخدين هذا المقلب في الغرب. نراكم على خير.